ريمونتادا لم تكتمل للنادي الاهلي بعد ان تاخرنا بهدف في الشوط الاول، ورغم طرد لاعب مع الدقائق الاخيره من احداث الشوط الاول نجح بيراميدز في ادراك الهدف الثاني. ده الهدف الاول، منتهى سوء الحظ لرامي ربيعه يسجل بالخطا في مرماه، تحصل مع كل اللاعبين، ثم ضربه جزاء اراها صحيحه لنادي بيراميدز. ما قدرش المسافه محمد هاني، لم يتردد البنا في احتساب ضربه جزاء لنادي بيراميدز. تمكن مصطفى فتحي مع بدايه الشوط الثاني في الدقيقه 52 بالتمام والكمال. يعني يا ريت نجيب الجون على طول يا جماعه، مش هنفضل على الاعتراض كتير. يعني تمكن مصطفى فتحي من ادراك هدف التقدم الثاني لنادي بيراميدز، ولكن الحقيقه رجال الاهلي مع تغييرات مميزه لمارسيل كولر استطاعوا ان هم يعودوا مباشره. اول لمسه تقريبا لجرانيشار او جرانيشار زي ما انت عايز تقول يعني بيسجل، لكن هنا كان الكورنر معمول حلو قوي. يعني الجمله اللي معموله في الضربه الركنيه حلوه جدا، ورامي ربيعه بيعيد مره اخرى المباراه بهدف جميل للنادي الاهلي، والتمريره الرائعه من حسين الشحات اللي بيتمكن من جديد من رفع كره عرضيه ولا اجمل. عمر كمال البديل تصل الى جرانيشار ويسجل هدف التعادل، ثم ضربه جزاء في الاوقات الحرجه من المباراه يتصدى لها امام عاشور، لكن بطريقه بانينيكا تصطدم بالعارضه وترتد الى رامي ربيعه ولكن خارج الملعب. 2-2 هي نتيجه اللقاء، لكن بعتقد رغم التعادل وخساره نقطتين هناك مكاسب كثيره جدا في هذا اللقاء، على الاقل من ناحيه الروح، الاستحواذ، الوصول للمرمى، انفراد لامام عاشور انقذه الشناوي، اكتر من كره انقذها مدافعي نادي بيراميدز في اللحظات الحرجه، لكن كانت الاهم هي ضربه الجزاء اللي ما قدرناش نستغلها. لكن اعتقد ان جماهير النادي الاهلي غير غاضبه بهذا التعادل، اعتقد انها سعيده بالمستوى والروح والاداء خصوصا في الشوط الثاني.